أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. الوزير الرفاين برهي يتفقد سير أعمال بناء سد درفو. دعوة لتعزيز دور تنظيمات الجبهة في إنجاز وتعزيز البرامج الوطنية في الإقليم الجنوبي. الاحتفال بالذكرى 45 لتأسيس اتحاد المرأة في ألمانيا. في الأنباء العالمية، في خطوة نادرة وفد عسكري صيني يزور اليابان. العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية واتفاقية دفاع ثنائية. وكالة مكافحة الفساد تعتقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول في عملية أمنية واسعة. تفقد وزير الزراعة الوزير الرفاين برهي صباح اليوم سير العمل في إنشاء سد درفو بمديرية أخرياء. وفي حديثه أمام هيئات إدارة المديرية وإدارات الضواحي وممثلي الشعب، حث السيد الرفاين المزارعين على إدخال برامج زراعية متكاملة جنبا إلى جنب بناء السد. وأوضح المشرف على بناء السد المهندس بنيام هيلي لوكالة أنباء الرينا إن بناء السد التي سعته 200 ألف متر مكعب بدأ في الربع الأول من عام 2024 بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة تطوير البناء بالإقليم الأوسط والفرقة 60 من الجيش الشعبي، وقد أكمل 85%، وإن منسوب المياه الجوفية يقدر حاليا بنحو 90 ألف متر مكعب. وأضاف أنه تم بالفعل ملء أكثر من 38 بئرا بالضاحية، مضيفا أن المزارعين بدأوا الزراعة باستخدام المياه الجارية. وأكد قائد الفرقة 60 المقدم جوزيف هايلي إن المرحلة التي وصل إليها السد تشهد على حماسة الجنود المشاركين في العمل. وقال مزارعو البساتين إن السد سيساهم بشكل كبير في رفع إنتاجهم الذي يرفع من دخلهم. تقع درفو على بعد 17 كيلومترا شمال العاصمة أسمرة، ويسكنها أكثر من 650 عائلة. دعا حاكم الإقليم الجنوبي الحكومة والجبهة إلى تعزيز الدور ومساهمة منظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وفي حديثه في اجتماع عقد في 14 من يناير لتقييم الأنشطة التي نفذتها الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في عام 2024، قال حاكم الإقليم السيد هبتآب هبتزيون إن الدور القيادي لمنظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أمر أساسي في تحقيق برامج التنمية والنضال المخطط لها. وأوضحت سكرتيرة الجبهة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نقوسي إنه في عام 2024 تم العمل على إنشاء منظمات اجتماعية وسياسية أفضل نسبيا، وتم تنفيذ برامج رفع الوعي. وقالت إنه تم بذل جهود جادة في جميع المديريات لزيادة مشاركة المواطنين وإنتاجياتهم من خلال رفع الوعي السياسي وتعزيز المنظمات القوية. وأضاف السيد إدريس علي والسيد صالح عثمان الذين قدموا تقارير مفصلة عن النشاط التنظيمي والسياسي إنه تم توزيع نحو 2 نقفة عينية ودعم مالي على أسر الشهداء والفقراء، وقالوا أنه قد تم. وقدم المشاركون آراءهم حول النقص الذي يتحدى مجالات الاتصالات والمواصلات بالإضافة إلى الطاقة، وحثوا على إيجاد حلول لتلك المشاكل. عقدت ندوة في مانهايم الألمانية في 11 من يناير بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وقالت رئيسة فرع الاتحاد في ألمانيا السيدة لؤول تولده إن هدف الاتحاد بشكل عام وفرع ألمانيا بشكل خاص هو تقييم البرامج والخبرات المكتسبة على مدار 45 عاما الماضية ومناقشة القضايا لتعزيز البرامج التنموية المستقبلية. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية بألمانيا سيد يوهانس والدو أن أعضاء فرع ألمانيا سيساهمون بلا شك بنشاط في مرحلة التطوير الحالية، حيث تغلبوا على جميع العقبات والتحديات الوطنية بتفان إلى جانب شعبهم وحكومتهم. وأضاف مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية بالسفارة سيد كحسي تولده إن فرع اتحاد المرأة في ألمانيا لعب دائما دورا ومسؤولية مهمة في إنقاذ وتنظيم وتمكين المرأة. وقد تم تقديم 3 أوراق بحثية بتلك المناسبة.
كما قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبر آب تخسته ورئيس جمعية ذوي الإعاقة في ألمانيا السيد حسين خليفة بتسليم رسائل الدعم في الكلمات التي ألقوها. ورافق الاحتفال مواد ثقافية وفنية. من جهة أخرى عقد قنصل عام إريتريا بجدة والمناطق المحيطة بها السيد عبد الرحمن عثمان اجتماعا مع أعضاء الجالية لاستعراض أنشطة عام 2024 ومناقشة خطة عمل لعام 2025. أفاد مسؤول مركز الصحة بقمجوة الممرض عامر أحمد إن المركز الصحي يقوم بأنشطة جديرة بالثناء في تقديم الرعاية الطبية ما قبل الولادة وبعدها في ضاحية نارو أنس التابعة لمديرية أفعبت. وأضاف الممرض عامر أن غرفة انتظار الأمومة في المركز الصحي بالإضافة إلى المسعفين الطبيين المنتشرين في المراكز الصحية في كبكب ونارو تبعت وعقت يقدمون مساهمة إيجابية في خدمات ما قبل الولادة وما بعد الولادة. وأشار إلى جانب التقدم المحرز في رعاية ما قبل الولادة وبعدها أنه هناك أيضا نمو في مراقبة الأمراض المعدية والغير معدية وبرامج التطعيم، مضيفا إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية للحد من الأمراض التي تظهر والمنقولة بالمياه. وأخيرا أوضح الممرض عامر أنه يتم إعطاء محاضرات صحية بشكل دوري لتوعية المجتمع، كما يتم إجراء حملات نظافة بيئية بالتنسيق مع الإدارة. أفادت إدارة مديرية الدبارة بأن حملة التشجير التي يقوم بها أعضاء الجمعية التعاونية للفرقتين العسكريتين 70 و16 سابقا حول مقبرة الشهداء في مدينة الدبارة تحقق تطورا مشهودا. وأفاد مراسل إيرينا بأن أعضاء الجمعية البالغ عددهم 50 قاموا بزراعة أكثر من 2000 شجرة في حوالي 200 متر طولا و40 إلى 70 مترا عرضا. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية الدبارة سيد خلماريان أوريوسوس بالمبادرة التي حولت المنطقة إلى الإخضرار، داعيا القرى التي يتوفر فيها المياه باتخاذ مبادرات مماثلة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي أعلنت اليابان عن قيام وفد عسكري صيني بزيارة نادرة لها هذا الأسبوع، في وقت تسعى الدولتان الجارتان فيه إلى تلطيف العلاقات المشحونة بينهما وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي بأن أعضاء من قيادة جيش التحرير الشعبي يجتمعون بنظرائهم اليابانيين وبمسؤولين رفيعي المستوى في البلد. وتجري هذه الزيارة بعدما اجتمع وزيرا الدفاع الياباني والصيني في نوفمبر في لاوس على هامش ملتقى إقليمي في مجال الدفاع وفق هاياشي. وصرح الناطق باسم الحكومة اليابانية خلال الإحاطة الدورية: هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تستأنف فيها المحادثات بين العسكريين. واعتبر الجيش الصيني من جانبه في بيان أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الطرفين والمباحثات في مجال الدفاع بين الصين واليابان. قال رئيس الوزراء العراقي والبريطاني في بيان مشترك إن بلادهما اتفقتا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه استرليني، بالإضافة إلى اتفاقية دفاع ثنائية. وأعلن عن الصفقة التي تنص على مضاعفة حجم التجارة بينهما إلى 10 أضعاف إجمالي تجارتهما في عام 2024 الماضي، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن. وتشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني سيتم من خلالها استخدام أنظمة نقل الطاقة المصنوعة ببريطانيا ضمن مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية. كما يشمل الاتفاق خططا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتطوير قاعدة القيارة الجوية شمال العراق. استطاعت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول من محل إقامته وإقتادته للتحقيق. ويعتبر يون أول رئيس حالي للبلاد يتم اعتقاله على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
من جهته أصدر القائم بأعمال الزعيم كوريا الجنوبية نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث اشتباكات جسدية. وندد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون باعتقاله، وسار بعض النواب في مسيرة احتجاجية على ما وصفوه بجهود الاعتقال غير القانونية. كما نظم مؤيدو يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته انتشر بينها الآلاف من ضباط الشرطة لمنع انزلاق الأمور. في النبأ الأخير، انطلق بنجاح القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات من قاعدة فاندربرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بواسطة صاروخ فالكون 9 الذي تشغله شركة سبيس إكس، ليشكل خطوة نوعية جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. وتم بناء القمر الصناعي الإماراتي في وكالة مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث أشاد المسؤولون بالقمر الصناعي باعتباره علامة فارقة في استكشاف الفضاء في الإمارات العربية المتحدة. وسيتم تشغيل القمر الصناعي من مركز التحكم في المهمة في مركز محمد بن راشد للفضاء. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الوزير الرفاين برهي يتفقد سير أعمال بناء سد دورفو. تقييم تنفيذ برامج الجبهة الشعبية. أنشطة دبلوماسية شعبية. في خطوة نادرة، وفد عسكري صيني يزور اليابان. العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية واتفاقية دفاع ثنائية. وكالة مكافحة الفساد تعتقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول في عملية أمنية واسعة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.